تعادل بطعم الخسارة لبرشلونة ضد فريق ختافي. ليش بنحكي تعادل بطعم الخسارة؟ لأنه هذا التعادل خلى المتصدر يبعد عن فريق برشلونة بفارق 7 نقاط في ترتيب الدوري الإسباني. حكينا قبل المباراة إنه فريق ختافي راح يلعب بطريقة دفاعية بحتة، وحذرنا من تكتل لاعبينه في الثلث الأخير من ملعبه. وحكينا لازم فليك إنه يعمل على كيفية أو يشتغل على موضوع اختراق دفاعات ختافي أثناء التدريبات. لكن بالرغم من ذلك برشلونة قدم مباراة جميلة جدا. يعني كان في استحواذ بنسبة 75% لفريق برشلونة. وصدقا اللي بيحكي انه الاستحواذ كان سلبي هذا كلام غير صحيح. استحواذ برشلونة كان ايجابي جدا، واستطاع برشلونة انه يخلق ويصنع 21 فرصة، 5 فرص منها على المرمى مباشرة. لكن تكتل ختافي في مناطقه منعت برشلونة من تسجيل الأهداف. صراحة يعني اللي حضر المباراة شاف إنه ختافي مش جاي يلعب مباراة، جاي ينكد على جماهير برشلونة ويروح. يعني كان بإمكان برشلونة إحراز الأهداف لولا التكتل الدفاعي والانضباط من قبل لاعبي ختافي في الثلث الأخير من ملعبهم. برشلونة حاول، مهاجمون حاولوا، أضاعوا فرص. احنا موضوع الإنهاء حكينا عنه بالسابق، إنه لازم برضه هانز فليك يشتغل على موضوع إنهاء الفرص خاصة أمام الفرق الصغيرة. برشلونة قاعد بضيع كميات كبيرة من الفرص، ويعني تقريبا 21 فرصة، 5 منها على المرمى مباشرة، سجلوا هدف واحد. الموضوع الفرق الصغيرة أمام برشلونة يعني لازم يكون له في حل. ما بزبط الموسم، يعني ضايل تقريبا 18 مباراة لبرشلونة. لازم انه يحاول ما يهدر كم كبير من النقاط اذا ما اراد برشلونة الحصول على لقب الدوري الاسباني. لسه الدوري الاسباني في الملعب، وانا واثق انه برشلونة بامكانه احراز الدوري الاسباني، لانه مستحيل انه المنافسين الثانيين ما يهدروا نقاط. هذا التعادل مش نهاية العالم، ما زال الدوري في الملعب، لانه راح يكون في خسارة نقاط للمنافسين زي ما حكينا، وراح يكون في لريال مدريد تعثرات، ولاتلتيكو مدريد تعثرات. هذول الفريقين اللي بينافسوا برشلونة بالدوري. بخصوص ضربة جزاء كوندي، في خبراء ومحللين بيحكوا انها ضربة جزاء، وفي اخرين بنفوا، بقول لك يعني كوندي ما استفاد او ما كان راح يستفيد من الكرة لو وصلت لانها بعيدة عنه. فبنفوا، احنا ما لنا في هذا الموضوع. احنا لازم ما نلتفت لموضوع ضربات الجزاء والاخطاء التحكيمية. انت كفريق، كمنظومة، لازم انت تسجل الاهداف، عشان اذا صار في اخطاء تحكيمية او منعوك من ضربات جزاء يكون امورك كويسة، امنت نتيجتك. لكن انا برضو كل ثقة راح يحرز الدوري الاسباني الموسم الحالي باذن الله.